السلام عليكم. بعد ترند شوكولا دبي اجيو نحضروا تشيز كيك دبي. كيجي كيحمق. مقادير جد سهله. 150 غرام بسكوي، اي بسكوي كتفضلوه. غادي نعملوه في الهشوار، نطحنوه مزيان. غادي نجيبو الزبده مذوبه، غادي نبقاو نضيفو على ديك البسكوي حتى يتجمع. يعني الكميه هنايا ما غادي نقولكمش بالغرام شحال، لان على حسب كل بسكوي، يعني حتى يتجمعنا البسكوي. صافي. غادي نجيب طبق اللي غادي نقدم فيه مباشره التشيز كيك. واحد الساخ غلفتو بالبابي كويسون، كندهنو له بالزبده وغلفتو بابي كويسون باش يسهل عليا ملي غادي نحيدو. غادي نجيب ديك البسكوي، غادي نخويه في ديك الساخ. صافي. غادي نبقى بالملعقه هكذا، غادي يعني نبسطو مزيان. صافي. وانا نضغط على ديك البسكويت مزيان مزيان حتى نحس بان السطح مستوي تماما. صافي. ملي غادي نبسطوه مزيان، ممكن تستعملوا الكاس، يعني القاع ديال الكاس او الملعقه اذا انا عوجتها باش كتعدل لينا، يعني ندور على الجوانب كاملين ديال الاطار. صافي. من بعد غادي ندخلوها للثلاجه. هنا غنحضروا الطبقه الثانيه. عندي 150 غرام ديال كريمه بيستاش، وعندي من 3 حتى 4 ملاعق كبيره ديال الكنافه. بالنسبه لكريمه بيستاش كنت سبق لي حضرتها معكم في واحد الفيديو ديال شوكولا دبي، حضرناها في المنزل. ممكن تشريوها جاهزه من اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. اذا غنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم وغنضيفها كطبقه ثانيه فوق البسكوي. صافي. غادي نحاول نطاليه مزيان على ديك طبقه البسكوي بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول. اما انا كنفضل بالملعقه هكذا، عوجوها ودوروا بها وايطاليو بها. صافي. الطبقه الثانيه واجده، غادي ندخلوها للثلاجه. هنا غادي نحضر تشيز. هنا عندي 250 غرام ديال الجبن. غادي نضيف لواحد الملعقه كبيره ديال نستلي، يعني حليب مركز. هاد الاضافه اختياريه، الا ما كانش الحليب مركز ممكن تعملوا ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي. غنخلطو مع بعضياتو مزيان، ثم غادي نجيب طراب وغادي نطرب شويه ديك الجبن مع ديك الملعقه ديال نستلي. هنا غادي نضيف 300 مليلتر ديال الكريمه السائله على ديك الجبن، ومن بعد غادي نطربوهم مع بعضياتهم. واحد الاضافه نسيت ما صورتها، ديال ربع ملعقه ديال فانيليا سائله. غادي نطرب مزيان حتى نحصل على القوام كريمي متماسك. هاد التشيز كيك الصراحه كيجي واعر بزاف بزاف، المذاق ديالو خطير، ما تشبعوش منه. غنوضوا جربوه وردوا عليا في التعاليق. صافي. بعد ما حصلت على القوام اللي بغيت، غادي نجيب داك الساخكل، طبعا لا للضياع. صافي. غادي نجيب داك الساخكل وغادي نجيب لابوش اللي كنت عملت فيه الكريمه، وغادي نعملو على الطبقه الثانيه ديال البيستاش والكنافه. غنيطاليه مزيان بالملعقه. صافي. حتى كنحصل على سطح مستوي. غادي نجيب شويه الفويتين، ذوبت شويه الشوكولا، غير شملت شويه الفويتين. هاد الاضافه اختياريه. غادي نعملها فوق الكريمه، ثم غادي نغطي بالكريمه اللي باقا، وكذلك بنفس الطريقه
غادي نحاول نبسط مزيان السطح حتى نحصل على سطح مستوي تماما. من بعد غادي نذوب شوكولا غيش. طبعا انا ذوبت هنا شوكولا غيش بالحليب. غادي نفرغوا على السطح ديال الكريمه ونحاول ما امكن نوزع مزيان باش ما نخلي حتى شي فراغ. صافي بهذه الطريقه غادي نحاول نحيد ديك الاطار غير بشويه. من بعد كنحيد البابي كويسون كذلك غير بشويه. علاش كنعمل انا ديك بابي كويسون داخل الاطار؟ لان باش كيبقى محافظ لي على التشيز كيك ما كينتزعش. صافي ومن بعد غادي نحيدو بشويه. وهو تشيز كيك واجد. وكان هذا هو الشكل النهائي تشيز كيك دبي، ولا اروع. المذاق ديالو خطير جدا وبدون تعقيدات. هنا الطبقات غادي تلاحظوا معايا الطبقات متباينه، طبقه البسكوي ثم ديال البيستاش والكريمه والشوكولا، ولا اروع. الصحه والراحه. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم بحول الله.